مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. إصابة 26 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. وزارة الزراعة تدعو للإسراع في عمليات الحصاد. مساهمات مالية في السويد للدفع ببرامج التصدي. تحرك عسكري عاجل لبريطانيا في البحر الأسود والجيش الروسي يرد. الرئيسان الأمريكي والصيني يعقدان الاثنين المقبل قمة افتراضية. مقتل العشرات جراء الأمطار الغزيرة التي تجتاح الهند وسريلانكا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليمين الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 26 مواطنا بفيروس كورونا، وقد ظهرت 15 من الإصابات في حمبرتي وصصرات وسنبل وقشوت وقجرت ووسط المدينة وفيلاجو وسنيتا ومينفحي في الإقليم الأوسط، و11 حالة إصابة في الإقليم الجنوبي، 6 منها في عدخالة و2 في مندفرة وواحدة في منحيلي وواحدة في نداغرقيس وواحدة في ميمنه. في غضون ذلك شفي 10 مرضى من كورونا، 4 من إقليم جنوب البحر الأحمر و3 من الإقليم الأوسط و3 من إقليم شمال البحر الأحمر. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7039، شفي منهم 6836 وتوفي 48، فيما لا يزال 155 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من نوفمبر 2021. دعت وزارة الزراعة المزارعين للإسراع في الحصاد توخيا من الأمطار المتأخرة التي قد تتلف المزارع. وضحت وزارة الزراعة أن الأمطار كانت جيدة على مستوى البلاد، وكانت توقعات لاستمرارها حتى شهر أكتوبر، ومع بدء فصل أمطار السواحل يظهر هطول الأمطار في مناطق محدودة، وعلى المزارعين اتخاذ الحيطة للحيلولة دون تلف مزارعهم، مشيرة إلى إمكانية استمرارية هطول هذه الأمطار. وهبت وزارة الزراعة بالمزارعين للقيام بأعمال ما بعد الحصاد لمكافحة الآفات التي قد تخفض الإنتاج. بدأ الإريتريون المقيمون في ستوكهولم وضواحيها في السويد مساهمات مالية للدفع بكل جوانب برامج التصدي تحت شعار مستعدون دوما للتصدي للعدائيات. وتبرع المواطنون في الحفل الذي أقاموه في 6 من نوفمبر بمناسبة الذكرى 30 للاستقلال واليوبيل الماسي لبدء الكفاح المسلح الذي لم يحتفوا به بسبب إجراءات مكافحة كورونا، تبرعوا بأكثر من 50,000 كورونر. وأوضح المواطنون بأن الذكرى 30 للاستقلال والذكرى 60 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري أساس النضال والتصدي، مؤكدين النضال للتصدي في كل المجالات في هذه المرحلة التي برز فيها اسم وعزة إريتريا. وأعربوا عن إعجابهم ودعمهم بقوات الدفاع الإريترية الضامنة للشعب والوطن. وقال مسؤول الشؤون الشعبية والجاليات السيد سيراك بهلبي إن المهام التي قام بها المواطنون باللقاءات الافتراضية في السنة والنصف الماضية يعكس روح النضال القوي، مشيدا بأنشطتهم لتنفيذ التعبئة كواجب مرحلي. وأشاد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية السيد يوناس مانا ومسؤول الشؤون القنصلية السيد سياس قبراي بالمنظمين للاحتفال، منادين للعمل بقوة لتعزيز التنظيم الذي هو أساس التصدي. وتعهد في المناسبة السيد مدهاني تخليه من ستوكهولم التبرع ب10,000 كرونر، والسيدة خديجة أحمد دين والسيد تمسجن مكونن من يوتبوري ب5,000 كرونر لكل منهما. وتبرع مواطنون آخرون بما مجموعه أكثر من 30,000 كرونر للدفاع عن الوطن. وشهد الاحتفال الذي شارك فيه مواطنون من ستوكهولم ووبسلا ويوتبوري وإسكليتونا وأوربغا ونوبري وكذلك من النرويج مناشط ثقافية وفنية.
نظمت مفوضية الثقافة والرياضة دورة تدريبية في 10 نوفمبر تستمر ل10 أيام ل35 عضوا من الأقسام ومكاتب الأقاليم حول التنقيب وأبحاث الآثار يشرف عليها خبراء قادمين من إيطاليا. أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلي في افتتاح الدورة التدريبية أن البرنامج يهدف لتطوير الأعمال البحثية على الآثار على مستوى البلاد، معربا عن ثقته في متابعة المشاركين للتأهيل باهتمام. وذكر مسؤول قسم أبحاث الآثار في المفوضية الدكتور صقاي مدين والبروفيسور سيرين ماسان من الخبراء المشرفين على التدريب إن الدورة التدريبية ستركز على المبادئ العملية الأساسية للأبحاث والمستوى العلمي الذي بلغه الحفاظ على الآثار ودور المجتمع في حماية الآثار. ويعتبر التدريب جزء من مشروع دوليس لحماية وأبحاث الآثار. نتوقف سادتي مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. قالت روسيا إنها أرسلت طائرة مقاتلة لاعتراض طائرة استطلاع بريطانية كانت تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم في البحر الأسود. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء قالت وزارة الدفاع الروسية أن إرسال طائرة استطلاع بريطانية يعتبر جزءا من تصعيد أوسع في النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة البحر الأسود، وهو أمر اشتكى منه الرئيس فلاديمير بوتين للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مكالمة هاتفية. وقالت الوزارة إنها سارعت بإرسال طائرة مقاتلة من طراز سوخوي SU-30 لاعتراض طائرة استطلاع بريطانية من طراز بوينغ RC 135. وأضافت أنها كانت تحاول الاقتراب من شبه جزيرة القرم، وأضافت أن الطائرة البريطانية غيرت مسارها بعيدا عن شبه جزيرة القرم بعد اقترابها من الطائرة الروسية. وقال الكرملين إن بوتين أبلغ ميركل عبر الهاتف إن إجراءات حلف الناتو في منطقة البحر الأسود مزعزعة للاستقرار وخطيرة واستفزازية. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن سيعقد مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ يوم الاثنين قمة افتراضية منتظرة منذ فترة طويلة في وقت يتزايد فيه التوتر بين البلدين حول ملفات عديدة في مقدمها تايوان والتجارة. وسبق لشي وبايدن أن تحادثا هاتفيا مرتين، لكن هذه القمة التي ستكون الأولى عبر الفيديو بينهما ترتدي أهمية كبرى كونها تمثل فرصة للقوتين العظميين لمواصلة الحوار بينهما على أعلى مستوى في وقت هما أحوج ما تكونان فيه إلى مثل هذا الحوار. وكان البيت الأبيض أعلن في مطلع أكتوبر أن الرئيسين اتفقا من حيث المبدأ على عقد هذه القمة، لكن لم يحدد موعدها. وفي بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحفيين إن الرئيسين اتفقا على الحفاظ على اتصالات متكررة بوسائل متعددة. أدت الأمطار الغزيرة في جنوب الهند وسريلانكا إلى مقتل 41 شخصا على الأقل، وسط توقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تنخفض غزارة الأمطار في الأيام القليلة المقبلة. وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في معظم المناطق المتضررة، من بينها ولاية تاميل نادو التي تعتبر الأكثر تضررا، مع حدوث فيضانات في بعض الطرق والمناطق المنخفضة. وقال وزير إدارة الكوارث بالولاية في مؤتمر صحفي إن 16 شخصا قتلوا في ولاية تاميل نادو. أما في سريلانكا فتوقعت الأرصاد الجوية بأن تتراجع غزارة الأمطار مع تلاشي الضغط المنخفض الذي تسبب في سوء الأحوال الجوية. وقال مسؤولون إن الأمطار تسببت في مقتل 25 شخصا غرقا في سريلانكا، بينما أدت للانهيارات الأرضية إلى إصابة 5. يذكر أنه عادة ما تستمر الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في الهند إلى أكتوبر أو من أكتوبر إلى ديسمبر، مما تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة لا سيما في الجنوب.
حطم شاب فرنسي الرقم القياسي العالمي لوقوفه على منطاد الهواء الساخن الطائر في الجو على ارتفاع 4016 مترا. وقام ريمي بهذا التحدي خلال حدث التضامن الفرنسي تيليثون لجمع التبرعات، وتمكن من البقاء فوق منطاد طائر في منطقة شاتورو في غرب فرنسا. حامل الرقم القياسي العالمي للوقوف على قمة منطاد الهواء الساخن ريمي أوفرفارد قال إن اتجاه الرياح كان جيدا، وهذا ما ساعده في تحقيق هذا الرقم القياسي. وأضاف الشاب أن كل الظروف كانت مثالية للقيام بهذه الرحلة في الصباح. استغرقت الرحلة قرابة الساعة ونصف الساعة، وتجاوز ارتفاعها 4000 متر، وكان الهدف بلوغ 3637 مترا، في إشارة إلى رقم الهاتف 3637 الخاص بحملة التليثون. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. إصابة 26 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. وزارة الزراعة تدعو للإسراع في عمليات الحصاد. مساهمات مالية في السويد للدفع ببرامج التصدي. تحرك عسكري عاجل لبريطانيا في البحر الأسود والجيش الروسي يرد. الرئيسان الأمريكي والصيني يعقدان الاثنين المقبل قمة افتراضية. ومقتل العشرات جراء الأمطار الغزيرة التي تجتاح الهند وسريلانكا. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.